أول شغلة حتى أكون معكم صريح، أنا لست نادم على أي حرف وأي كلمة حكيتها بحق الكومبارس. مالي ندمان، ضميري مرتاح، أنا إنسان مالي متلون. كرمال اليورو ولا كرمال الدولار أغير من رأيي. الفرق بيني وبينك يا كومبارس إنه أنت إنسان عبد سلطة وكلب للسلطة، بينما أنا ونحن ناس أحرار، ما حدا بيتحكم فينا، ما حدا له سلطة علينا، ما حدا بيمشينا مثل ما بده. هذا الفرق بيننا وبينك. أنت حشرة، كيف ما بيلقموك إياها بتعملها، كيف ما بيأمروك بتعمل. هذا الفرق بيننا وبينك. أنت إنسان حشرة، أنت وأمثالك سبب بخراب بلادنا، أنت وأمثالك سبب بخراب بلادنا وسبب بتشريد الناس. لما بتوقفوا مع إنسان طاغية، أنت وأمثالك من الفنانين، أنت بتكون واحد من الأسباب اللي شردت الشعب السوري. لحتى نكون صريحين، يعني ما عندي دقن مشطة، أنا صريح مع الكل. كل إنسان شارك وأيد وشبح لهذا الإنسان اللي قتل وشرد بأهالينا فهو إنسان مشارك بهذا العمل، وهو إنسان سبب هذا الشيء اللي صار فيه. فأنا لما بدي أطلع أحكي عليك، أنا ما عم بحكي عليك لأنه أنا عندي مشكلة شخصية معك. يعني أنا لما بطلع وبنتقدك أو بنتقد كلام أنت حكيته، أنا بحكيه وبنتقدك لأنه هذا الكلام ضايقني وضايق أهلي وناسي. يعني أنت يوم اللي بتغلط على السوريين أو على فئة من السوريين، أنت عم تغلط علي، عم تغلط على أهلي وعلى ناسي. فأنا من حقي إني أطلع وأحكي معك، وأنت بأي حق جاي وتطلب تعويض 30,000 دولار وتحاكمني. طيب هلأ سؤال لحتى أكون معك صريح، أنت الكلام اللي حكيته والإساءة اللي أسأتها لأهالينا ولناسنا، مبالك الناس بتنساها؟ مبالك الناس بتنسى ولا ربنا بينسى؟ لنفرض أنت فزت بالقضية، لنفرض أنت فزت بالقضية. طيب أنت بكرة يوم حسابنا مع ربنا، مبالك رح تنفذ؟ مبالك الشغلة هيك بسيطة؟ يعني لنفرض هون انحلت ب30,000 دولار، فوق ما بتنحل هيك روحي، فوق ما بتنحل هيك يا عمري. ما زال أنت إنسان تمشي بالقانون. طيب نحن كلياتنا بدنا نمشي بالقانون. ما زال أنت إنسان عم تطالب إنه أنا غلطت فيك وأسأت لك. أنت أسأت لكل الشعب السوري، أنت أسأت لكرامات الشعب السوري كلهم. طيب هي نحن بدنا نحاسبك عليها. يعني هل من المعقول إنه أنا أطلع أحكي عليك وأنت مالك حاكي شيء علينا؟ أنا ما بعمري طلعت وانتقدت حدا إلا لأنه عامل شيء وطالع وحاكي ومسيء إلنا. هي الفكرة. هل يا ترى أنا بيوم من الأيام طلعت حكيت على حدا وهو مو عامل شيء؟ بس هن هدول قوبة الشبيحة، بس هذا الجروب تبع الشبيحة، هدول اللي نحن قلنا مشكلة معهم. أنا ما عم بسبه لأنه هو مؤيد، لا، في كثير عالم مؤيد يا أخي، ما لنا فيهم. يعني رأيهم هن مثل ما هن لازم يحترموا رأينا، نحن نحترم رأيهم، ما عندنا مشكلة. بس نحن عندنا مشكلة بهدول قوبة الشبيحة اللي بتشبح واللي بتكون هي أساس وسبب بتشريد الناس وخراب البلد. المؤيد ما لنا شغل فيه، له رأيه بينه وبين ربه. بس أنا موضوعي مع هالشبيحة اللي هنن على أساس إنه هنن بيمثلوا الشعب السوري. ليش؟ لأنه الفنان اللي هو أصلا بيكون ضمن نقابة الفنانين، هو هذا الإنسان في له شروط بيلتزم فيها. وأنت لما بتكون فنان وبتعينك نقابة الفنانين إنك فنان، معناتها أنت بتمثل المجتمع السوري. طيب أنت هدول الناس ما بتمثلون، أنت هدول الناس ما بتمثلون، أنت بتمثل فئة صغيرة اللي هي الشبيحة والنبيحة والمطوبزين. هدول اللي بتمثلون أنت. وبرجع وبعد لك إياها،
مالي ندمان على ولا حرف حكيته بحقك انت وامثالك، ولو بخسر كل اللي معي، ولو بخسر كل اللي معي. كلامي والله ما بغيره، اقسم بالله العظيم ولا حرف بغيره، لانه كل كلمة حكيتها بحقك تستاهل وتستاهل اكثر منها. كل كلمة وجهت لك اياها بشكل مباشر او غير مباشر تستاهل وتستاهل اكثر منها. ولو بقدر لسه احكي شي كمان لكن غلطت عليك واسأت لك اكثر. يا ريت الحكي اللي انت حاكيه هو بس اساءة، يا ريت الحكي اللي انت بس حاكيه هو بس اساءة او بس كلام. كلامك هذا يا عزيزي بيعزز لكتير ناس بأفكار الإجرامية لحتى تأجرم بالناس، لأنه المجرم لما بيشوف له مؤيدين وناس بتدعمه بيستمر بإجرامه. فأنت مو بس عم تحكي حكي، أنت عم تدفع المجرم لحتى يستمر، بينما نحن عم نطلع ونحكي رأينا. ما حدا ممشينا، ما منطبل لحدا، ما بدنا نطبل لرئيس، ما بدنا نطبل لوزير، بكل بساطة بدنا نحكي كلمة الحق. هذا الفرق بيننا وبينك، أنت عبد وكلب سلطة، بينما نحن ناس أحرار ما في غير سلطة ربنا علينا. مع العلم أني لا أمثل أي فصيل هلأ بسوريا، أنا إنسان إلي رأي، أنا إنسان إلي رأي، وهو هي المشكلة. وهذا الشيء اللي شائكم بشكل يعني صراحة، يعني هذا الشيء اللي شائكم على الأخير، إنه حدا مثل يمان نجار الله مفضل عليه، الله رازقه وعنده متابعين وعنده تفاعل وعنده هذا الرأي. انتوا لا، ما بدكم هذا الإنسان يطلع. ليش؟ لأنه بدكم تسيطروا على الفئة هي اللي فوق إنها تكون كلياتها معكم. وحتى لو في واحد مثلا شايفينه لسه ما مبين تسحبوه مثل ما سحبتوا هداك تبع جماعة الكبير. هي ولو أنا كنت أنشرب المصاري كنتوا اشتريتوني من زمان.